ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 47 جنيه و69 قرش للشراء في البنك المركزي المصري. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في قناتكم. النهاردة الأحد 5 أكتوبر 2025. الدولار لسه مكمل في التراجع قدام الجنيه بمنتصف التعاملات بعد فترة طويلة من الصعود. السوق دلوقتي بيشهد هدوء نسبي، كل الناس مركزة على حركة الدولار في البنوك. تفاصيل أسعار الدولار النهاردة: سجل الدولار في البنك المركزي المصري 47 جنيه و69 قرش للشراء، 47 جنيه و83 قرش للبيع. في البنك الأهلي سجل الدولار 47 جنيه و64 قرش للشراء، 47 جنيه و74 قرش للبيع. في بنك مصر سجل الدولار 47 جنيه و64 قرش للشراء، 47 جنيه و74 قرش للبيع. في بنك الإسكندرية سجل الدولار 47 جنيه و63 قرش للشراء، 47 جنيه و73 قرش للبيع. أما في بنك CIB سجل الدولار 47 جنيه و63 قرش للشراء، 47 جنيه و73 قرش للبيع. من الواضح أن الدولار في حالة تراجع تدريجي، والسوق متابع حركة البنوك لحظة بلحظة، خصوصا مع التغيرات العالمية. دي كانت أحدث أسعار الدولار في منتصف تعاملات النهاردة. قولولنا في التعليقات شايفين الدولار ممكن يوصل كام الفترة اللي جاية. متنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. سلام.